قبل اغتيال الشهيد بأسبوع كنت أنا في اجتماع اسطنبولي انعرض من شوي، كنت عم بسمع له يقدم كلمة رائعة جدا، وطنية حقيقية بكل المقاييس، لأن الرجل كان بكل معنى رجل كردي صميمي ووطني سوري حقيقي. وهذا اللي يخلينا نحبه، نجتمع ونحكي باسمه. وأنا عم بطلع على الصورة هاي ذكرت مثل بوذي يقول: إذا أشار إصبع إلى القمر ينظر الغبي إلى الإصبع. خفافيش الليل، طيور الظلام، قوى الغدر والجريمة ما تجرؤوا أن ينظروا إلى القمر لأنه في نور الحياة، نظروا إلى الأصبع واغتالوا صاحبه. هذه الجريمة النكراء جعلتنا دائما نستذكر هذا المثل لأن فيه حياة. مشعل التمو الذي قدم حياته ضحية أو ثمنا للحرية التي كان يطمح معنا إليها، لقد اشترى لنا بدمه وروحه بطاقات السفر عبر فضاءات للوصول إلى الحقيقة. والحقيقة بالطبع ليست مطلقة ولا يملكها أي منا كاملة. كل واحد منا، كل مكون سوري، كل مواطن سوري، من أي مكون، أي لغة، أي عقيدة، أي دين، أي مبدأ سياسي يحمل جزء من هذه الحقيقة. نحن جميعا مجتمعين نشكل فقط الحقيقة المطلقة، وإنما أي واحد منا لا يشكل إلا جزء بسيط منها. أولئك الذين ضاقوا ذرعا بهذه الحقيقة المطلقة أرادوا أن يمتلكوها لأنفسهم ويبعدوا الآخرين، أرادوا أن يمتلكوها لأنفسهم ويبعدوا الآخرين. لكن هذا الوطن، وطننا الجميل سوريا، تتسع للجميع. هذا الوطن يتسع للجميع. هناك مكان لكل واحد منا مهما كان موقفه، رأيه، سياسته، مبدأه، خلفيته، دينه، عقيدته. والمثل الكردي بيقول: جودلها يا جزحفة نقوله يا. إذا أردنا أن نعيش مع بعضنا المكان واسع وجميل ومريح للجميع، وأن أردنا أن نتناحر النتيجة مثل ما شفناها مع مشعل التمو ومع غيره.